مش راح تصدق قديش رونالدو كان مسيطر في 2019 لما رئيس الفيفا علق الميدالية على رقبته. رونالدو كان عمره 34 سنة، باس الكاس وابتسم بكل فخر، ورفع أول لقب في تاريخ دوري الأمم على كتفه. صح عمره 34 بس كان مسيطر بشكل رهيب في عالم كرة القدم. المباراة ضد سويسرا قدم أداء فاخر من الآخر وضمن النهائي للبرتغال. بال25 بعد ما استلم الكرة من زميله، رونالدو على طول انطلق بالكرة لقدام على الجهة اليسار، بس تعرض لتدخل قوي من مبابو ووقع على الأرض. البرتغال حصلت على ضربة حرة ورونالدو راح يسدد، كان هادي ومركز على المرمى. جدار صلب من المدافعين وأطلق تسديدة ما بتوقف، بام بالشباك. الكرة طارت من فوق الجدار من الجهة اليسار وراحت للركن الأيمن. الحارس سومير ما قدر إلا يوقف ويتفرج على الكرة وهي بتعديه. ما حدا كان متوقع أن رونالدو يفتتح التسجيل بهدف خرافي، بس فرحة البرتغال ما طولت. ب 52 من الشوط الثاني سويسرا أطلقت كرة طويلة اخترقت الدفاع. رودريغيز وقع داخل منطقة الجزاء وسجل ضربة الجزاء بهدوء وعادل النتيجة، وظلت المباراة في حالة تعادل لمدة طويلة. الدقيقة صارت 88 والكل توقع أن المباراة رايح لأشواط إضافية. برونو فرنانديز ما قدر يتحكم بالكرة بطريقة كويسة، بس قدر يمررها قبل ما يتحاصر المدافعين. ورونالدو اللي كان بيركض لقدام غير موقعه باللحظة الأخيرة وأطلق تسديدة، رغم أنه كانت الزاوية حادة والمخاطرة كبيرة. بس بالنسبة لرونالدو ما كان في مشكلة، ولأنه ما بده تعادل وقف وسدد وسجل أرضية زاحفة خلت البرتغال يتقدم. كل اللي احتاجه البرتغال أنه يصمد دقيقتين بس. بتفكروا خلصنا؟ لا والله، لأنه بعد دقيقتين رونالدو استلم الكرة وانطلق للأمام للثلث الأخير، وواجه مدافع وعمل حركات مهارية سريعة ليغلبه، وبعدين أطلق تسديد جديد وبام بالشباك. رونالدو كمل هاتريك في نصف نهائي دوري الأمم وختم المباراة بطريقة عجيبة. 34 سنة حول نصف نهائي مشحون لعرض خاص فيه، والكل كان بيتفرج بس على موهبته الفردية الخارقة. بعد المباراة الإعلام كلهم أعطوه 10 من 10. سي